انتوا عارفين اننا ممكن نظلم نفسنا وقت ما نكون فرحانين؟ ازاي؟ ان احنا نفكر في افكار سلبية تجاه الحاجة اللي مفرحونا دي. يعني مثلا انا من النعم اللي ربنا انعم عليا بيها في حياتي هي بابا. فبابا لما بيعمل لي حاجة كويسة انا بتبسط قوي، فاول ما اتبسط الاقي جوايا افكار وحشة جدا، افكار تجاه بقى ايه، ان انا ممكن في يوم من الايام افقد بابا، او ان انا ممكن بابا حاجه تحصل له، فبخاف. فالخوف بيدخل لي وقت الفرح، فبدل ما انا ما ببقى مبسوطه جدا بالحاجه الحلوه اللي حصلت دي، ببقى زعلانه جدا عشان انا خايفه لبابا يحصل له حاجه او بابا يمشي او كده. فلما بقيت براقب نفسي، يعني انا مثلا ليه بعمل في نفسي كده، قررت ان انا اقول لنفسي اول ما الاقي نفسي هدخل في سكة طب الحزن، في سكة الزعل، في سكة الفقد، لو حصل حاجة اقول خلاص خلاص يا هاجر، عيشي اللحظة اللي انت فيها دلوقتي، بلاش ازعل على حاجة ممكن تحصل قدام. الله اعلم، ما يمكن انا ابقى قبل بابا، الله اعلم. هو انا ايه اللي ضمني ان بابا هيمشي قبلي؟ ايه اللي خلاني ضامنة قوي حاجة زي دي وانا ضامنة الساعة اللي جاية هيحصل فيها ايه؟ عشان كده دايما بقيت بفكر نفسي وعايزه افكركم، وقت ما حاجه ما تفرحكم قوي وتلاقي جت افكار كده، اللي هو طب افرض ده ما كملش، طب افرض ده ما حصلش، طب افرض، طب لو، ده ممكن يكون مدخل شيطان، وممكن يكون مدخل لخوف مننا من فقد الحاجه الحلوه اللي احنا عايشينها دي. فبلاش نستسلم للافكار دي، ونرجع نفكر نفسنا ان احنا الله اعلم الساعه اللي بعد دي هيحصل فيها ايه، احنا مش ضامنين. فخلينا نتبسط في اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي.